السلام عليكم. في فيديو اليوم معنا راح نحكيو على مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية، لأنها كانت مباراة تحصيل حاصل. الجزائر كانت ديجا تأهلت على رأس المجموعة، ومنتخب غينيا الاستوائية كان ديجا إليميني بحكم المواجهات المباشرة لكلا الفريقين. على هذيك اليوم راح نحكيو على دور 16، شكون هي الفرق اللي تأهلت مباشرة وشكون الفرق اللي تأهلت حسابيا، وكيفاش راح نلعبوا دور 16 وكتاش راح نلعبوا دور 16 وعلاش حتى المواجهات راح تكون كيما هكا. تبع معنا الفيديو للنهاية. ولكن قبل ما نبداو، علاش ما تشتركوش في القناة؟ كاس افريقيا 2025 كالنسختين الماضيتين، عندنا 6 مجموعات يتاهلوا الاثنين الاولين مباشره ومن بعد يخيروا 4 كاحسن ثوالث. هادو الربعه راح يخيرهم حسب النقاط اللي يجمعوها في كل مجموعه. اذا تساووا في النقاط يروحوا لفارق الاهداف، اذا ما كانش يروحوا لعدد الاهداف المسجله، اذا ما كانش يديروا القرعه. في المجموعه الاولى تاهلت المغرب كاول مجموعه ب7 نقاط، ثم مالي ب3 نقاط، مجموعه تحير على بالي. المجموعه الثانيه تاهلت مصر بفضل فوزها على جنوب افريقيا الملاحق واللي تاهل ثانيا ب7 نقاط كذلك. في المجموعه الثالثه تونس خسرت الصدارة لصالح نيجيريا وحلت ثانيا. في المجموعة الرابعة منتخب السنغال حسم هذه المجموعة بفارق الأهداف ضد الكونغو الديمقراطية. في المجموعة الرابعة الجزائر حسمها مبكرا وحسم الصدارة بفوزها على بوركينا فاسو اللي حل ثانيا. في المجموعة الأخيرة كذلك كان فارق الأهداف هو المعيار المحدد، والكوت ديفوار تفوقت على الكاميرون وحلت أولا. نروحوا درك الأفضل 4 ثوالث. في المجموعة الرابعة الخامسة والسادسة كان عندنا 3 فرق تحصلت على 3 نقاط وتأهلت مباشرة للدور القادم، بينما في المجموعة الأولى الثانية والثالثة في الثوالث كان عندهم 2 نقطتين فقط في كل مجموعة، واللي هما جزر القمر، أنغولا وتنزانيا. جزر القمر كان هو أول المغادرين بحكم فارق الأهداف اللي كان عنده ناقص 2، بينما أنغولا وتنزانيا اللي كلاهما كان فارق الأهداف ناقص 1. ثم نروحوا لعدد الأهداف المسجلة. أنغولا سجلت هدفين، تنزانيا سجلت 3 أهداف، لتكون بذلك آخر المتأهلين حسابيا لدور 16. اكتمل لهنا ركب المنتخبات المتأهلة لدور 16. درك نروحوا نشوفوا كيفاش راح يلعب، شكون راح يواجه شكون وعلى أي أساس. إذا أول أو متصدر المجموعة الأولى واللي هو المغرب راح يواجه ثالث المجموعة، الثالثة الرابعة أو الخامسة. مباشرة عندنا في المجموعة الثالثة واحد متأهل كثالث اللي هو تنزانيا، في المواجهة راح تكون مباشرة مع تنزانيا. متصدر المجموعة الثانية واللي هو مصر راح يواجه ثالث المجموعة الأولى، الثالثة أو الرابعة، بحكم أن المجموعة الأولى ما فيها حتى واحد متأهل، والمتأهل من المجموعة الثالثة راح يلعب مع المغرب، فبالتالي مصر راح تلعب مع ثالث المجموعة الرابعة واللي هو منتخب البنين. متصدر المجموعة الثالثة نيجيريا راح يلعب مع ثالث المجموعة الأولى، الثانية أو السادسة. المجموعة الأولى والثانية ما فيهم حتى واحد متأهل، فبالتالي حيلعب مباشرة مع الموزمبيق ثالث المجموعة السادسة. السنغال كمتصدر للمجموعة الرابعة راح يلعب مع ثالث المجموعة الثانية، الخامسة ولا السادسة. المجموعة الثانية واحد متأهل منها، وبالتالي راح يلعب مباشرة مع منتخب السودان المتأهل الثالث من المجموعة الخامسة. تبقى عندنا المجموعة الخامسة اللي فيها الجزائر، متصدرها راح يلعب في مواجهة مباشرة مع وصيف المجموعة الرابعة واللي هو منتخب الكونغو الديمقراطية في أقوى مواجهات دور 16. في الأخير متصدر المجموعة السادسة راح يلعب ثاني مع وصيف المجموعة الخامسة اللي هو بوركينا فاسو في مباراة هي الأخرى قوية جدا في دور 16. هنا يبقى عندنا 2 مباريات واللي راح يلعبوهم ما همش متصدرين المجموعة بحكم عندنا 6 مجموعات و8 مباريات. وصيف المجموعة الأولى اللي هو منتخب مالي راح يلعب مع وصيف المجموعة الثالثة منتخب تونس الشقيق، ووصيف المجموعة الثانية جنوب أفريقيا راح يلعب مع وصيف المجموعة السادسة. وبهكا نكونوا الممنى بكل المباريات والمواجهات المباشرة اللي راح تصرى في دور 16، وعرفنا طريق كل فريق للوصول للنهائي. المباريات هذه وقتاش راح تلعب ابتداء من يوم السبت 3 جانفي. راح نشوف المواجهة الأولى على الساعة 5 منتخب السنغال ضد منتخب السودان. للأسف هذا راح يكون نهاية المشوار بالنسبة لمنتخب السودان بحكم المشاكل اللي راهي كاينة في داخل الفريق والأداء اللي قدمه مؤخرا، بالإضافة لأن السنغال أحد المرشحين للفوز بهذه الدورة. فأرى أن منتخب السنغال راح يمضي قدما باتجاه التتويج ويمر للدور ربع النهائي. في المواجهة الأخرى في نفس اليوم على الساعة 8 عندنا المنتخب الشقيق تونس راح يلعب ضد مالي. مباراة صعبة جدا حسابيا، ولكن كي تشوف منتخب مالي انه مربح حتى مقابلة ودار 3 تعادلات باش تأهل للدور الثاني، بينما تونس كسرت العظام باش تأهلت، ربحت خسرت تعادلت، عاشت كل زيموسيون في دور المجموعات، وبالتالي راح نرشح منتخب تونس لبلوغ دور ربع النهائي. في اليوم التالي أو 4 جانفي البلد المستضيف راح يواجه تنزانيا. كما قلنا البلد المستضيف في أي دورة راح يكون عنده شوية أسبقية باش يوصل حتى لنصف النهائي. علاش؟ لأنه راح يواجه في الثمن النهائي أحد الفرق اللي تأهلت كثالث المجموعة، وفي ربع النهائي راح يواجه أحد الفرق اللي تأهلت كثاني المجموعة. باش يوصل لنصف النهائي ربما يواجه فريق قوي جدا. منتخب المغرب أداء اللي قدمه في دور المجموعات، عودة حكيمي
اللي خاصه الركراكي والخطه تاع الركراكي تعتمد عليه بشكل يعني باين، راح يكون في طريق سهل وسهل جدا لبلوغ ربع النهائي ضد تنزانيا اللي ما شفناهش في هذه الدوره، والنتيجه راح تكون ثقيله وشفاو على كلامي. في المواجهه الاخرى في نفس اليوم عندنا جنوب افريقيا مع الكاميرون. كون سقسيتني 3 ايام من قبل الدوره راح نقول لك جنوب افريقيا راح يمر، ولكن بعد ما شفنا اداء منتخب جنوب افريقيا ضد مصر، اداء يعني باهت جدا، شفنا اداء الكاميرون ضد كوديفوار، فراح نرشح منتخب الكاميرون للمرور قدما. في اليوم الثالث او 5 جانفي من هذا العام اللي راهو داخل غدوه ان شاء الله، عندنا منتخب عربي اخر اللي هو مصر، راح يواجه منتخب البنين. الخبره والعقل والحسابات ودور المجموعات يقول بلي منتخب مصر راح يتاهل بكل سهوله، ورغم وجود بعض الصعوبات في وسط الميدان الا انه ماشي هذه المباراه اللي تقدر تحبس بها مصر. مواجهه اخرى على الساعه 8 مساء في نفس اليوم راح تكون ما بين كوديفوار وبوركينا فاسو. شفنا بوركينا فاسو العنيد ضد الجزائر، وشفنا كذلك كوديفوار العنيد ضد الكاميرون، الا انه الكاميرون سيحسم هذه القمه ويروح مباشره لربع النهائي لمواجهه مصر في مباراه كلاسيكيه. اخر يوم 6 جانفي راح تكون عندنا اول مباراه على الساعه 5، منتخب الجزائر ضد منتخب الكونغو الديمقراطيه. وديما نقول لكم نكره نتفرج المباريات في المساء، نحب المباريات في الليل. اداء المنتخب الجزائري في دور المجموعات كان اداء رائع ويتسم بالجرينتا والحنكه. منتخب الكونغو الديمقراطيه ثاني ابان على يعني امكانيات رائعه، وشفناه يعني ضد السنغال، وشفناه ايضا في المباراه الاخيره ضد بوتسوانا، ولكن هي كانت مباراه ايضا تحصيل حاصله. الا انه المباراه مش راح تكون سهله. منتخب الكونغو الديمقراطيه يعني يسير قدما باش يكون احد كبار القاره في السنوات الاخيره، وعاده ما يقدم مباريات في القمه ضد الفرق الكبيره، يدخل بجرينتا وحراره باش يبين روحه. الا انه منتخب الجزائر اراه يصعد للربع النهائي حسابيا وعاطفيا، لذلك راح نختار منتخب الجزائر. في اخر مباراه عندنا نيجيريا مع الموزمبيق. راح تقولي الموزمبيق تاهل ثالثا في المجموعات، ما نيجيريا تتاهل بكل سهوله. لا، شوف الساعه شكون عام كانت الموزمبيق، كوديفوار والكاميرون، وبالتالي المباراه ما هيش راح تكون سهله على نيجيريا، ولكن نيجيريا راح تتاهل رغم المشاكل الدفاعيه الكبيره اللي راح تعاني منها. في الربع النهائي مالا تونس ضد السنغال، واحتمال كبير تونس راح تغادرنا من هذا الدور اذا بقات في نفس المشاكل اللي رانا نشوفوا فيها في دور المجموعات، وبالتالي راح نرشح السنغال بحكم الحضور الذهني والبدني اللي راهم به حاليا. المباراه الاخرى مصر والكوديفوار. مصر دائما مرشحه للفوز على الافارقه، وافضل فريق في شمال افريقيا يعرف يتعامل مع الافارقه رغم المشاكل في وسط الميدان كما قلنا، ولكن دائما تبقى عقده للافارقه منتخب مصر، وراح يفوت للنصف النهائي. المواجهه الاخرى عندنا المغرب ضد الكاميرون، وهنايا كما قالها الاخر يكرم المرء او يهان، الا انه عامل الجمهور، عامل اللاعبين، الاداء، المناخ كامل ملائم للمغرب للتوجه مباشره للنصف النهائي. منتخب الجزائر ضد منتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا شرس جدا هجوميا خاصه على الاطراف وفي العمق كذلك. منتخب الجزائر عنده ضعف كبير في الاظهره دفاعيا، يبقى نفس الشيء بالنسبه لنيجيريا، ضعف كبير دفاعيا في الخطوط الخلفيه، والجزائر هجوميا حاضره، وبالتالي المباراه راح تكون اعاده لنسخة 2019، ونشوف بلي الجزائر قادرة تديرها مرة أخرى وتتأهل لنصف النهائي لمواجهة المغرب. إذا كمنا هذه توقعاتي للنصف النهائي. تقدر تقول دخلت فيها شوية العاطفة، وشنو عندي إحساسي الداخلي يقول بلي في النصف النهائي وفي الربع النهائي راح نودع على الأقل بصفة كبيرة 80% فريقين عربيين آخرين، وبصفة أقل نقدر نقولوا 50% راح نودعوا 3 فريق واحد راح يبقى في النصف النهائي. نتمنى إنه هذا ما يصراش، ولكن هذه هي كرة القدم، في نهاية الأمر لازم فريق يخسر وفريق يربح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكون تعتقد أنه راح يكون في النصف النهائي وفي النهائي كذلك لما لا؟ وما تنساش تشترك في القناة، خلينا نكبروا القناة باش تحفزنا نديروا فيديوهات أخرى ونستمروا. سلام.